إحساس إنك مش عارفة انت عايزة ايه ممكن يكون مرهق جدا ويحسسك إنك تايهة في حياتك وبتقعدي تفكري هو أنا ماشية في الطريق الصح، أنا فعلا عايزة ده، طب ليه مش حاسة بالرضا؟ في الجزء الأول من سلسلة اكتشفي ذاتك واكتشفي نفسك رحلتك لفهم ذاتك وقيمك، اتكلمنا عن ازاي تفهمي ذاتك بجد وتوصلي لنسختك الأصلية، ووضحنا مع بعض يعني ايه الذات الحقيقية وازاي تفرقي بين صوتك الداخلي وصوت المجتمع. والنهاردة في الجزء التاني هنتكلم عن لحظات التوهان والضياع وازاي تكتشفي نفسك من جديد لما تحسي انك مش عارفة انت عايزة ايه بالظبط. وهنناقش النهاردة 5 أسباب رئيسية للإحساس دوت وإزاي تقدري تتعاملي معاهم بأسلوب عملي ويخليكي تاخدي قرارات صح وأوضح وتعيشي حياة أكتر اتزانا ورضا. 1. الضغط الخارجي وتوقعات المجتمع. أحيانا بتحسي إنك مش عارفة انت عايزة ايه، ومش لأنك فعلا مش عارفة، لكن لأن صوت الناس اللي حواليكي عالي لدرجة إنه بيغطي على صوتك الداخلي. الأسرة والأصدقاء والسوشيال ميديا والمجتمع وكلهم بيحطوا توقعات وضغط إنك لازم تمشي في طريق معين، سواء في الدراسة أو الشغل أو الجواز أو حتى طريقة حياتك اليومية. مثلا تخيلي بنت اسمها منى طول عمرها بتحب الرسم، بتحس بالسعادة وهي ماسكة الفرشة والألوان، لكن أهلها شايفين إن الشغل في مجال الفن مش مضمون وإنها لازم تشتغل في حاجة محترمة زي طب أو هندسة. ومع الوقت منى بدأت تبعد عن الرسم وتنسى فعلا هي بتحب ايه، وبعد سنين من الشغل في حاجة مش بتحبها بدأت تحس انها مش سعيدة لكنها مش عارفة ليه. الحل العملي: جربي تسألي نفسك هل القرارات اللي باخدها ديت نابعة من رغباتي الحقيقية ولا من توقعات الناس؟ ولو شلت كل آراء المجتمع من دماغي أنا فعلا عايزة ايه؟ اكتبي الحاجات اللي بتحبيها بجد حتى لو حسيتي ان رأي الناس ضدها، لان في النهاية هي حياتك انتي. 2. الخوف من الفشل. احساسك انك مش عارفة انت عايزة ايه ممكن يكون سببه الحقيقي انك خايفة تغلطي. ممكن تكوني عندك فكرة عن اللي نفسك تعمليه بس كل ما تفكري فيه الخوف بيشلك. طب لو فشلت؟ طب لو الناس انتقدوني؟ طب لو الموضوع كان اصعب مما توقعت؟ مثلا بنت اسمها زينة نفسها تبدأ في مشروع صغير في مجال المخبوزات، تعمل كيكة وحلويات من زمان، وكل اللي بيجرب أكلها بيشجعها تبيع وتبدأ مشروعها الخاص. بس كل ما تفكر تاخد خطوة تخاف وتقول لنفسها طب لو الناس معجبهاش الشغل؟ طب لو المشروع فشل؟ فبدل ما تبدأ تفضل في نفس الدايرة، مش عارفة إذا كانت عايزة تكمل في شغلها الحالي ولا تبدأ مشروعها، وتعيش في حيرة مستمرة. الحل العملي ايه؟ بدل ما تفكري في الفشل على انه نهاية، اعتبريه جزء من التجربة. اسألي نفسك ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل، ولو حصلت هتعرفي تتعاملي معاها ازاي ابدأي بخطوات صغيرة. دينا مثلا كان ممكن تبدأ ببيع الحلويات لأصحابها وأهلها الأول، وبدل ما تخاف من فكرة المشروع الكبير مرة واحدة. 3. عدم وضوح القيم الشخصية. القيم الشخصية هي المبادئ اللي بتوجه حياتنا، ولما تكون مش واضحة بنحس بالحيرة والضياع. القيم ممكن تكون حاجات زي الحرية والاستقرار والمغامرة والراحة والإنجاز. كل واحدة فينا عندها أولويات مختلفة، ولو مش عارفة أولوياتك هتحس إن قراراتك كلها متخبطة في بعضها. مثلا هدير عندها وظيفة كويسة بمرتب محترم، بس كل يوم وهي رايحة الشغل حاسة إنها مضغوطة ومش سعيدة، ولما فكرت بعمق اكتشفت إن أهم قيمة عندها هي المرونة، وإنها بتحب تحس إنها متحكمة في وقتها، لكن شغلها الحالي بيحرمها من ده، وده سبب إحساسها بعدم الراحة. الحل العملي إيه؟ جربي تكتبي 5 قيم أساسية بتحسي إنها أهم حاجة في حياتك، وراجعي قراراتك الأخيرة هل هي متوافقة مع القيم ديت، ولو لأ إيه اللي ممكن يتغير. 4. التشتت وكثرة الخيارات. احيانا مشكلتنا مش اننا مش عارفين احنا عايزين ايه، بالعكس ممكن يكون عندنا اكتر من طريق ومش عارفين نختار اي واحد فيهم. مثلا سارة بتحب التصوير وبتحب الكتابة وبتحب السفر، وكل ما تبدأ في حاجة تلاقي نفسها بعد فترة زهقت وعايزة تجرب حاجة جديدة، فتفضل هي في دايرة من التشتت وتحس انها مش عارفة تحدد هدف واضح ليها. الحل العملي: مش لازم تختاري حاجة واحدة بس،
ممكن تدمجي أكتر من شغف في حياتك؟ جربي التجربة المحددة وخدي شهر واحد بس تركزي فيه على حاجة واحدة وشوفي هل تستمتعي فعلا ولا لأ. 5. الإرهاق النفسي والعقلي، ولما بتكوني مرهقة ذهنيا وعاطفيا حتى أبسط القرارات بتبقى صعبة، ولو حاسة إنك تايهة ومش عارفة انت عايزة ايه، ممكن يكون الحل مش إنك تفكري أكتر لكن إنك تستريحي أكتر. مثلا مريم بتحاول تحدد مسار حياتها بس حاسة إنها مش قادرة تفكر بوضوح، ولما بدأت تاخد وقت لنفسها وتنام كويس وتبعد شوية عن أي ضغط، لاحظت إن رؤيتها بقت أوضح كتير عن الأول. الحل: خدي وقت للراحة حتى لو يومين بعيد عن أي قرارات كبيرة. جربي تكتبي أفكارك في ورقة بدل ما تفضلي تفكري فيها وبس، واقضي وقت مع نفسك من غير ضغط زي المشي أو التأمل. مش عيب إنك تحسي بالتوهان، وده مش معناه إنك ضعيفة أو مش ناجحة، بالعكس ده علامة إنك بتبحثي عن معنى أعمق لحياتك. الأهم إنك تكوني صبورة على نفسك وما تخليش الخوف أو الضغط المجتمع يمنعك من اكتشاف حقيقتك. حابة أسمع منك، هل مريتي بإحساس التوهان دوت قبل كده وإزاي اتعاملتي معاه؟ شاركينا تجربتك في التعليقات، وما تنسيش تعملي لايك واشتراك عشان توصلك باقي الحلقات من سلسلة اكتشفي نفسك، رحلتك لفهم ذاتك وقيمك أكتر. ونشوفكم في فيديو جاي. مع السلامة.